استقبل سمو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة روتانا أبطال المسلسل الخليجي الضخم هوامير الصحراء الذي حصل على أعلى نسبة مشاهدة خلال شهر رمضان المبارك، وفاز بأغلبية الأصوات في الاستفتاء الذي أجرته محطة NBC وشارك فيه 100,000 صوت. أبطال مسلسل هوامير الصحراء احتفلوا في مدينة الرياض على مائدة واحدة بنجاح المسلسل، وذلك بحضور مدير قنوات روتانا الأستاذ تركي الشبانة. أجواء الاحتفال نرصدها من خلال هذا التقرير. منافس شرس دون شك بجرأته وكسره للقيود في الخوض في أدق تفاصيل حياة الهامور الخليجي والعربي. هذا العام وبجزئه الثاني حصل مسلسل هوامير الصحراء على أعلى نسبة مشاهدة ليتفوق على جميع المسلسلات، ويستحق أبطاله تهنئة الأمير الوليد بن طلال على جهودهم وأدائهم المتميز. هذا العمل الكبير، العمل اللي مربك لكل الناس، واجهتنا صعوبات لكن تغلبنا عليها بفضل الدعم اللي لقيناه من روتانا. يعني أنا كنت مستمتعة كثير في الجزء الثاني، كل ما لا يزيد يصير أعمق، يصير أكثر تشويقا وإثارة. وفي سحور اجتمع خلاله أبطال هذا العمل الذين جذبوا الجمهور العربي بأكمله بتجسيد الأدوار التي لامست الواقع بالمشاهد والأحداث المثيرة. صابني شوي قلق من تقبل الجمهور انه ممثل كل حواراته وكل دوره على الويلتشير يعني، ولكن صراحه يعني انا اقولها حقيقه الله يعطي العافيه الاستاذ ايمن شيخاني المخرج، يعني كان جدا مبدع في حركة الكاميرا مع الويلتشير، حركة الكرسي، فصارت سلسة جدا وتعاطف الجمهور معي ومشت يعني الحمد لله. اليوم المشاهد بيدور على المجرم المقنع، الشرير المقنع، يعني الشرير اللي ما بيدور على مثلا انه يعمل كاركتر على اساس انه ها 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 مش عارف ايه، لا اللي عنده حضور. فهنا يشبعوا نفس الشيء، يعني يقنعوا الممثل الطيب المقنع بطيبته والمقنع بهذا. فأصبح عندنا المشاهد واعي ومدرك، والقنوات كلها يعني بيعرف الجيد من الرديء والغث، فهو بيحكم. في شخصيات في العمل، في ناس يتوقعون أنها يعني تحكي عن ناس موجودين، وهي للأسف ما تحكي عن أشخاص، هي تحكي عن طبقات مخملية على مستوى العالم العربي. يعني لو تلاحظين صار في لغط في الجزء الأول أنه هذا يتكلم عن مثلا الشعب السعودي، وهذا يتكلم عن الشعب الزملاء في الخليج أو الأخوان في أي مكان ثاني. فعشان كذا في الجزء الثاني هم كرسوا أنه يكون في ناس من لبنان، يكون في ناس من مصر، في من اخواننا هناك. فعشان كذا عشان اللغط هذا والثغرات هذه تنتهي، فانه العمل ما له هويه ولا له جنسيه. احنا بالإجماع وبالعموم شعوب انطباعية، فكل ما تسوين دور الناس تعتقد انه هذه شخصيتك، ما تفصل بين شخصيتك الحقيقية والشخصية. بالمقابل في ناس لا يفهمون انه انا احبك ما انت طالعة شريرة ما ادري ايش، بس انا احبك لانك انت اذا طلعتي شريرة اقنعتيني وكرهتك، معناتها انك انت اديتي. ردة الفعل بتقول انه احنا الناس كرهونا شوي، يمكن عملت دور شراني، بس انا في الواقع غير كذا خالص. يعني الإعلان عن الجزء الثالث تزامن مع الإعلان عن الموسم الثاني من مسلسل هوامير الصحراء، على أمل أن تحمل السنة القادمة تطورات جديدة بدخول هوامير جدد. والله تكلمنا أنا والفنان الجميل عبد الله العامر في الموضوع، وإن شاء الله يا رب يعني بيكتب لي دور مخصوص، بنكتب لي دور مخصوص وأكون هامورة هوامير الصحراء الجزء الثالث. نجاح هوامير الصحراء وحصده المرتبة الأولى يأتي ضمن نجاح قناة روتانا خليجية التي تألقت خلال شهر رمضان المبارك بتقديمها لأهم الإنتاجات الدرامية الرمضانية، وحظيت بمتابعة جماهيرية واسعة في السعودية والخليج والعالم العربي، لتتوج من قبل النقاد والصحافة العربية كواحدة من أهم المحطات التلفزيونية.